أستاذة إسراء، طبعًا إحنا المرّة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات اتكلّمنا عن التدريب والintern والحقوق والواجبات بتاعة الموظف المتدرب. الفيديو ده إحنا هنتكلّم فيه موضوع حيوي جدًا، اللي هو الturnover في الشركات، لإن الموضوع ده خطير جدًا وبتواجهه شركات كتير، وحقوق الموظفين. دكتور رندا، أنا مبسوطة جدًا طبعًا إن أنا معاكِ، ومبسوطة أوي إن إحنا بنقدّم إفادة ولو بسيطة تساهم في رفع الوعي. دلوقتي إحنا بنتكلّم عن حقوق الموظف، وإيه هي الحاجات اللي بيطالب بيها من الشركة علشان يضمن حقوقه. بُصّي، هو حقوق الموظف أنا كموظف أول حاجة بابُص عليها لمّا آجي أتعاقد مع أي شركة لازم يبقى في عقد عمل، لازم. ليه؟ لإن عقد العمل هو الورقة الوحيدة اللي بتثبت علاقة العمل ما بيني وما بينك كشركة. أنتِ تعرفي إن أساسًا موضوع عقد العمل ده الموظف اللي بيرفضه مش الشركة؟ للأسف، للأسف يعني إحنا في الصعيد أو تحديدًا في سوهاج، في بعض الشركات اللي باعمل لها system موارد بشرية، بعض الموظفين هم بدأوا يقولوا لي: "لأ، إحنا مش عايزين عقد، ما تربطيناش بالشركة." فدي حاجة أصلًا بتوضّح قد إيه ما فيش وعي بالعقد. يعني أنا كموظف مش عندي وعي إن العقد هو الوحيد اللي بيثبت إن أنا شغّال. عشان يثبت مرتبه ويثبت حقوقه اللي جوّه الشركة. بالضبط، لإن أصلًا العقد لمّا القانون شرّعه، هو اتعمل ليه؟ هو اتعمل عشان يثبت الاتفاق ما بينك وما بين الشركة، أنا باقبض كام، اتعيّنت إمتى، الحاجات دي كلّها. طيب يعني إحنا العقد العمل لازم يكون شرط أساسي وأنت داخل الشركة. مضبوط. طب إمتى هو يطالب بالتأمينات والأجازات أو يعرفها إمتى؟ بُصّي، من بداية الشغل خالص، أنا لمّا باجي أتّفق على شغل أنا كموظف لازم أبدأ أطالب بإن أنا أفهم السياسات واللوايح بتاعة الشركة عاملة إزاي، يعني لازم أسأل في كل التفاصيل الخاصة بحقوقي. تمام. أسأل مثلًا إحنا بنبدأ التأمينات إمتى، أسأل الأجازات بتاعتي سياسة الشركة بتفعّلها بعد 6 شهور والّا بعد سنة، أفهم كل حاجة من الHR بتاع الشركة. يعني كده هو المفروض إن الموظف يكون عارف اللوايح والسياسات بتاعة الشركة بتاعته اللي داخلها، مش داخل وهو مش عارف أي حاجة. طبعًا، هو أصلًا الموظفين لمّا بنيجي نمضي العقد، أول ما بنيجي بقى يستلم عمل ييجي يمضي العقد، فبيمضي على الjob description طبعًا، بنخلّيه يطّلع على تقييمات الأداء وهيتقيّم إمتى، وبنخلّيه يطّلع على سياسات الشركة، وبنخلّيه يطّلع على اللوايح. حلو أوي، كويس إنِّك جبتِ الjob description والtitle. طبعًا إحنا بنشوف سيفيهات جميلة جدًا، بنلاقي إن طالب لسه خريج وكاتب art director ومدير إداري ومدير تنفيذي وحاجات titles كبيرة أوي بالنسبة لسنّه، وده بيخلّيني أنا untrusted بالشخص أصلًا، أنا كصاحب شركة. تمام. أنتِ بالنسبة لِك كHR لمّا بيتعرض عليكِ CV بالشكل ده، بتكون وجهة نظرِك إيه؟ إحنا كHR أصلًا لمّا بييجي قدّامنا حد لسه خرّيج ويكون كاتب مثلًا مدير إداري لشركة كذا، خلاص ده بنعمل له skip. اهم. يعني أنت لسه متخرّج. في مثلًا كُنّا بنوظّف من حوالي شهرين، البنوتة كانت كاتبة إن هي مدير إداري لشركة مش فاكرة إيه كده، وهي خرّيجة 25، يعني هي لسه ما استلمتش الشهادة إمم. ومدير. فيعني ده بتبقى حاجات، يعني بُصّي الحاجات اللي زي كده، أو الpositioning لمّا بيحصل حاجة زي كده بيبقى مثلًا مركز كورسات صغير، فييجي بقى عشان يشجّع الناس دي الموظف تشتغل بقى وتقبل بالرواتب اللي بتدّي. بالضبط، بيبقى الأجر بتاعه مثلًا قليل، فيروح مشجّعه بقى يقول له ده أنت مدير أعطي له المكان. title. إمم. فالتاني صدّق، ده عدم وعي من هنا ومن هنا. ده حقيقي. يعني أنت لمّا تكون مثلًا في سِن ال25 وبتدّي نَفْسك title في سِن ال30 وال40 اللي هو الexperience بتاعته كبيرة، أنت مش بتعدّي، أنت في الغالب مش بتتقبل في أنت في الوظيفة. الغالب ما عندكش وعي، فبالتالي أنت هتتقبل ليه؟ بالضبط، وده بيأثّر على الCV أو بيأثّر على تقديم الوظيفة. ده بيأثّر على قبوله. اهم. ليه؟ لإن شخص زي كده أصلًا يعني حتى لو تأهّل إن هو يدخل interview بتلاقيه بيتناقش في إن لأ أنا مدير.
ده حقيقي، فأنت مدير أنا تمام. بتشوف كتير يعني. النقطة التانية وطبعًا اللي بنواجهها في السيفيهات ودي أنا لازم أتكلم فيها، فكرة التبديل المستمر بين الشركات، تلاقي الموظف قعد شهر في شركة، شهرين في شركة تانية، 3 شهور في شركة، رجع شهر في شركة تانية، أخد فترة gap ما بين الوظيفة والتانية، فأنتِ بتكون نظرتِك إيه ليه؟ ده للأسف إحنا كHR بنصنّف الشخص ده إن هو عنده عدم استقرار وظيفي، والشخصيات اللي عندها عدم الاستقرار ده مش بتكون trust إن إحنا نقبل حد منهم جوّه الوظيفة. طبعًا إمم، في بعض الأفراد حتى لمّا بنيجي نعمل interviews مثلًا مع شخص زي ده، بنبقى بنركّز أوي أنت مشيت ليه من الوظيفة، اهم، عشان يعني ما نبقاش بنظلمه وخلاص إن أنت بتتنقّل، تنقلاتك كتير جدًا ما بين الوظايف، فإحنا بنfocus أوي على أنت مشيت ليه؟ إن هُم بيتنمروا عليكم في السوشيال ميديا علشان أنتم بتسألوا السؤال ده. بنسأل الأسئلة اللي هو أسئلة ما لهاش معنى. طب إمم، ما لهاش معنى، ما إحنا لازم يعني إحنا أصلًا كل ما أنت بتتسأل في الinterview كل ما بيبقى في فرصة، اهم. تمام، يعني الHR أحيانًا بيبقى بيدوّر على أي فرصة توضّح أنت عملت كده ليه، عشان تتقبل، عشان يكون ليك فرصة قبول. طيب النقطة دي تدخّلنا في فكرة المشكلة بتاعة الturnover في الشركات. الturnover في الشركات بيبقى خطير جدًا وساعات بيكون صحّي. إحنا هنتكلّم على خطورة الturnover حاليًا في الشركات. الشركة بتكون مُعتمدة على موظّف وفجأة بتلاقيه قرّر إنه يمشي، مع إن ما فيش أي إبداء للأسباب آآ في خروجه منها، تمام؟ فده إحنا نعالجه إزاي، وإيه أسبابه أصلًا؟ بُصّي، موضوع الturnover، تمام، هو الطبيعي بيكون في دوران عمالة جوّه أي شركة، اهم، تمام، ولكن لمّا بيعلى بيبقى مؤشر خطر على المكان، ولكن هو الطبيعي هو موجود، تمام، ولكن إحنا بيبقى مشكلتنا في يعني ييجي شخص بلا أسباب خالص ويمشي، أو يمشي بشكل مفاجئ. تمام، بالضبط، الناس دي اللي بنبدأ نحلّل الوضع، يعني أي استقالة بتيجي للHR بيبدأ يحلّل هي الاستقالة دي ليه؟ إمم، عشان كده بيبقى في عندنا حاجة اسمها الexit interview، اهم، لازم أقعد مع الموظف، طب في مشكلة بتواجهك جوّه الشغل، طب حصلت حاجة ما بينك وما بين المدير بتاعك، حصلت حاجة ما بينك وما بين موظف وما اتحلّتش، الحاجات دي كلّها إحنا بنقعد ندوّر على الأسباب بتاعة الاستقالة، ليه؟ عشان نبدأ نعالج لو في مشكلة جوّه الشركة. طب لو ما فيش مشكلة جوّه الشركة وطَق في دماغ موظف إن هو مشي، اهم، غالبًا الموظف ده كان حاطط الشركة نقدر نقول إيه، بدل ما أقعد في البيت وأنا مستني وظيفة معيّنة، فبدل ما أقعد في البيت أنا جيت اشتغلت. محطة ترانزيت. بالضبط. طيب دلوقتي أنتِ قُلتِ إن دي مشكلة الموظف، بس هو في الوقت ده بقي مشكلة كبيرة للشركة، لإن هي في اعتماد كبير عليه في الوظيفة، فإزاي الشركة تضمن حقها إن ما يجيش بشكل مفاجئ أي موظف يقرر بكرة أنا مش جاي؟ بُصّي، أنا كشركة يعني لازم أبقى متأكد، أو أنا كصاحب عمل لازم أبقى متأكد من كام نقطة، إمم، عشان لمّا الturnover عندي يعلى أبقى فاهم هو الturnover ده دي مشكلة والّا ده طبيعي والّا في إيه، اهم، تمام، فأنا كصاحب عمل لازم أتأكد إن في نظام داخلي عندي في الشركة. اهم، تاني حاجة لازم أبُص على المرتبات، هي المرتبات اللي أنا باقدّمها دي طبيعية في السوق حواليّا والّا دي مش طبيعية؟ اهم، تالت حاجة لازم أتأكد إن بيئة العمل عندي مش سامة، يعني ما ينفعش بيئة العمل عندي تبقى بيئة مؤذية ومستني إن الموظف يكمّل معايا. لو أنا متأكد إن كل حاجة ماشي كويس عندي في الشركة، باجي باعمل تحليل للاستقالات اللي بتحصل عندي، هي إمم، الاستقالات دي حاصلة بسبب إيه؟ اهم. لو ماشية في الإجراءات لو أنا ماشي في الطبيعي بتاعي فخلاص. طب هو كده خسر وقت وخسر مجهود. طبعًا إحنا في الشركات لمّا بيحصل إن حد يمشي، خاصةً لو كان الشخص ده كفاءة.
اهم. تمام. ولكن إحنا الطبيعي بتاعنا بنعمل إيه؟ الطبيعي بتاعنا إن إحنا بنفتح التوظيف، لإن لمّا ييجي حد مثلًا يقدّم استقالة، تمام، هو بيبقى بتعملوا موضّح لنا. باك اب، وده حاجة مهمة في هو الشركات إن طبعًا. يخلّي باك اب بيبقى موضّح لنا من قبلها بفترة، فبالتالي إحنا بنبدأ نوجد بدايل، تمام، للشخص اللي ماشي، وطبعًا بيبقى في فترة اهم. الموظف الجديد بيقعد مع الموظف القديم عشان يستلم منه الشغل. طيب النقطة المهمة بقى التانية، إني أنا عندي مشكلة في التقدير. النقطة بتاعة التقدير دي بقت مشكلة كبيرة أوي، وبالذات لو الإداري أو الشركة بكفاءة عالية والموظف غير مقدّر ده، والعكس صحيح، إن الموظف شايل وعنده انتماء، بس المدير غير مقدّر ده، فبيحس بعدم تقدير. هو مش عاوز، ممكن تلاقيه مش بيدوّر على تقدير حتى مادي، هو بيدوّر على تقدير حتى معنوي. يعني عاوز يتشجّع، بس هو ما بيلاقيهوش. النقطة دي إحنا عاوزين نحلّها، لإني أنا باشوف إن في شركات بتخسر موظفين على كفاءة عالية لمجرد إنها مش مقدّرة قيمة الشخص، وفي نفس الوقت العكس، الmentor لمّا يكون مدير mentor، تمام، وبيقدر يوجّهك صح، وأنت مش عاطي له القيمة والكفاءة بتاعته. بُصّي زي ما أنتِ قُلتِ، هي نقطة التقدير عند الاتنين، عند الشركة وعند الموظف. يعني مثلًا أنا شُفت موظفة جميلة كده اتصلت عليَّ، أستاذة إسراء، أنا حصل معايا إن كانت الشركة مفتوحة عليَّ أنا بس، أنا اللي كنت شايلة شغل الشركة كلّه، وبعد ما الشركة توسّعت اهم. دخّلت team كبير وأنا بقيت على الهامش، ولمّا بدأت أتكلّم بدأوا يحصل إن هُم بيهمّشوني زيادة، فقُلت لها: "لأ، لازم نرجع للowner وافهمي منّه، طَب اتكلّمي معاه، اعرفي تقييمِك عامل إزاي." اعرفي الحاجات دي كلّها. رجعت للowner فللأسف ما كانش عنده ردود، يعني هو ما ادّاهاش أي رَد مهني، حتى هي تتسند عليه إذا كانت هي مثلًا مقصّرة أو حاجة، ده بالعكس، يعني عمل ترقية لواحدة جاية بعدها. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هي سابت الشركة. اهم. ده دي للأسف. حاجة على فكرة سيئة جدًا. ليه؟ إمم. لإن أصلًا إن الشركة ما تبقاش بتقدّر الموظف اللي شالها دي سيئة جدًا. ما أنا من كنت ناحية تانية اهم. في شركات لأ بتقدّم أفضل ما عندها. يعني شركة مثلًا مدير في شركةٍ ما بيقول لي: "يا أستاذة إحنا عملنا أقصى ما عندنا للموظف." وراجعي حتى، راجعنا كل الprocess ماشي كويس مع الموظف. هو موظف واحد والّا أكتر من موظف غير مُقدّر؟ لأ، هو الموظف اللي مشي، يعني حصلت مشكلة فالموظف هو اللي مشي. اهم. فهُم واخدين كل الprocess، يعني كل حاجة الموظف يعني كان متشال على كفوف الراحة زي ما بيقولوا، فالموضوع اهم. من على الناحيتين. اهم. في بعض الموظفين ما بتقدّرش الشركة للأسف، وما بتقدّرش اللي الشركات بتقدّمه لها للأسف. في بعض الشركات ما بتقدّرش الموظف اللي يعني ليل ونهار بيحاول يثبت نَفْسه بأقصى ما عنده، في شركات للأسف بتعمل كده. طيب في سؤال طبعًا خاص وأنا حابة إني أسأله لِك، تمام؟ إيه الoperation الصح أو السليمة في تطوير الموظف، وإمتى نعمل له KPI ونحطه على الأسس الصحيحة؟ وحاجة تانية، بعد ما الشركة، أنتِ عارفة لمّا هتعمل تدريب هتاخد حد خارجي يقدّم لها التدريب، ده حقيقي والّا لأ؟ بُصّي، هو في تدريب الموظفين اللي بيحصل إيه، اللي بيحصل أنا أول ما باجي أتعاقد أصلًا مع موظف لازم يبقى في job analysis، تمام، للوظيفة اللي هو هيستلمها، تمام، ولازم الموظف يكون عارف الjob description بتاعه عامل إزاي، اهم. ويتم مناقشته فيه، يعني يتقال له إحنا مستنيين منك 1، 2، 3. اهم. plus لازم يبقى تقييم الأداء واضح جدًا للموظف. في بعض الموظفين بتتقيّم وهي مش عارفة أنا باتقيّم على إيه. فلأ، لازم النقاط كلّها بنوضّحها للموظف، وكمان بنقول له إحنا بنقيّمك إمتى. اهم. بنيجي بعد كده أهو، تمام، المدير الشاطر بقى في كل قسم بييجي يبقى حاطط عينه على كل الموظفين اللي معاه،
ولو لقى موظف مثلا الاداء بتاعه مش افضل حاجه، لا بيبدا يتكلم مع الاتش ار لرفع الاداء. تمام. طيب رفع الاداء بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق التدريب. تمام. يا اما التدريب يكون عن طريق المدير المباشر اللي موجود، او بيكون من اطراف خارجيه، من شخص خارجي مهم. بس. والشخص الخارجي طيب في كذا شركة، وأنا هكلمك إنها واجهتها تمام، إنها بتجيب متدرب أو متدرب خارجي. تمام. مدرب. مدرب خارجي بتجيب مدرب خارجي تمام ببادجت كبيرة، وفي نفس الوقت بيكون الموظف ما هو إلا خد الداتا وخد الخبرة دي ومشي وما فادش الشركة. فتيجي الشركة تقول لك أنا دفعت فلوس وخسرت حد أنا دربته. دلوقتي لما أنا أجي أضمن حق زي كده أعمل إيه؟ يعني إيه البروسيس اللي المفروض أمشي عليها عشان أضمن أنا كشركة ما أخسرش الطرفين، الموظف اللي أنا دربته وفي نفس الوقت البادجت اللي أنا حطيتها للمدرب؟ بصي، خلينا متفقين ان مفيش موظف هيشتغل غصب عنه، حتى لو انت قدمتي له كل حاجه انت يعني اقصى ما عندك. مم. مفيش موظف هيشتغل غصب عنه. يعني جات لي فرصه، خلاص انا شايف ان الفرصه دي احق بيا فانا هروح. دي ارزاق. ولكن في بعض الشركات بتعمل سياسه للتدريب. انا جايب مثلا تدريب مكلفني مبلغ وقدره، فبعمل ايه؟ بخلي التدريب بيد، بيبقى مدفوع، من الموظف الموظف. بيدفعه. مم. بس بيدفعوا طبعا، مش بيدفع تمن الكورس مرة واحدة، لا هو بيتخصم من الأجر بتاعه على مدار سنة مثلا، أو سنة ونص، أو أيا كان. مم. فدي حاجة برضو من الحاجات اللي الشركات فكرت فيها وبتبقى كويسة. هي دي حاجة فكرة حلوة، بس مثلا مشي من الشهر الأول أو التاني أو التالت وما قفلش البادجت دي، هل هو مطالب بالدفع قبل ما يمشي؟ بصي، طالما الموظف دي حاجة ما اتفقش عليها، يعني لو الشركة جابته قالت له احنا مثلا التدريب عندنا بمبلغ كذا وهيتقسط على مرتبك لمدة سنة مثلا، مم. خلاص الموظف بيمضي على حاجة زي كده، لأن ده تدريب بيبقى تدريب خارجي. مم. تمام. وبيبقى بالاتفاق. تمام، حلو خالص. خليني أسألك السؤال الأخير في التيرن أوفر. إمتى التيرن أوفر يكون صحي للشركات؟ صحي لما ما يعلاش، ما يبقاش الموظف بيدخل يقعد شهر ويمشي. او ان انا في شركات للاسف آه، اقدم واحد فيهم مم. عمره 6 شهور في الشركة، ده آه. كده الدنيا بايظة. مم. تمام. ده كده الشركة فيها خلل داخلي، خلل فده داخلي جدا، لازم يتعدل. وبالذات لو هي أساسا قديمة أصلا. بالظبط. يعني في شركات لا عمرها في السوق سنين كبيرة جدا، وأنا شفت شركة من الشركات دي وقابلت موظف منهم، فكان بيسألني على حاجة، فبقول له ارجع لأقدم موظف عندك مثلا، فبيقول لي أقدم واحد فينا عمره 6 شهور في الشركة، فده خلل. مم. تمام. ولكن في بعض الأوقات اللي انا ببقى عايزه صاحب العمل ما يمسكش قوي في الموظف. يعني انا الموظف مثلا جاله عرض افضل، وانا عارف ان انا مش هعرف اقدم له العرض ده، فيعني خلاص من فضلك سيبه ياكل عيش. طيب انا كنت بقول لك ده السؤال الاخير، بس في سؤال فعلا احنا بنواجهه، ويمكن انا شخصيا شفته في شركات كتير. احنا عندنا الشركات الرأسمالية او صاحب رأس المال بيكون شخصية معاه فلوس وشاف مشروع من المشاريع داخل المحافظة داخل الجمهورية محققة نجاح كبير. تمام. بس هو غير مؤهل للإدارة، فبيضطر ان انا بشوف تحته ادارات ضعيفة، ادارات والموظف بيهدر حقه وبيساء تقديره، او بيحصل العكس، بيكون الموظف مهمل او ما عندوش يعني ما بياخدش الخبرة ولا الكفاءة، لان ما فيش حد كواليتي يقدر يستفاد منه. فاحنا عندنا المشكله وبالذات في الصعيد، ان عندنا اغلب الناس راس ماليين وهم اللي بيديروا
بشكل انا اعتذر في الكلمه دي غير مؤهلين ليها، فبيحصل فشل سريع للشركات دي. احنا بنسمع مشاريع كانت ناجحه جدا اختفت خلال سنه او سنتين. مظبوط. هو للأسف دي مشكلة عندنا في الصعيد، إن أنا كصاحب عمل فتحت المشروع، فأنا اللي عايزة أديره. تمام، على مم. الرغم ان انا ما عنديش الاكسبيرينس في حاجه زي كده خالص، يعني عمري ما تدخلت في حاجه اداريه، او ما كانش عندي خبره في اداريه اداره. في مشاريع تانية او في شركات تانية، وقررت ان انا افتح مشروع. انا توفر معايا سيوله ففتحت مشروع كبير مثلا. مهم. مش شرط انا كصاحب العمل اللي انا ادير بايدي، يعني هو الافضل المجال ايا كان المجال اللي انا هفتح فيه. تمام، سي مدرسه مثلا، خلاص انا ما دخلتش في العمليه التعليميه التعليميه. قبل كده، في القطاع او التعليمي. البروسيس كامل. وانا ما اعرفش، مش على علم بده، لا اجيب مدير مخضرم سابق. قوي. مم. تمام، واسلمه المدرسه وافضل اتابع معاه كل الخطوات، مهم. واتابع معاه في اختياره للمدير الاقسام، للاداريين، للناس التكنيكال اللي هتشتغل. ممكن اتابع، اعمل عمليه المتابعه كامله، بس مم. مش شرط انا عشان ادير. يقدر يحافظ على ماله بس كويس. ما ينفعش انا ادير، مم. يعني طالما انا ما عنديش الخلفيه الكافيه بلاش ادير. مهم. دي يعني اتمنى النصيحه دي احنا نقدر نوفرها، لان فعلا انا بكون متضايقه جدا ان انا اسمع مشروع ابتدى ينجح والفكره بتاعته حلوه، بس تلاقيه خلال سنه اختفى، تسالي عنه يقول لك اختفى. ايه؟ خسر ليه؟ بتلاقي فيه في الاول والاخر سوء اداره مظبوط. وعدم صبر وعدم دراسة كاملة للبيزنس بلان وعدم دراسة استراتيجية للسوق كاملة، ده للاسف و- بيحصل كتير جدا. وغير وعدم اهتمام بالتسويق بما ان انا قسم تسويق يعني. وعايزه بس. اقول لك للاسف الموظف بيروح في الرجلين في مشاريع زي دي، مهم. للاسف يعني. ليه؟ لان الموظفين بيبقى يعني كبش فدا. حقوقهم بتهدر مم. في حاجه زي كده. بيكون كبش فداء. للاسف بيجي كده بيلاقي نفسه ان هو المسؤول على اخطاء هو ما عملهاش او هو ما حطهاش حتى، وعلى ويعني. فكره في بعض الموظفين، تمام، بيتحمل مسؤوليات هي مش بتاعته اصلا. دي حقيقي فعلا، وبالذات لو كانت قانونية كمان. دي كمان مشكلة كبيرة مظبوط. يعني. طيب احنا طبعا في النهاية احنا لازم ندي نصيحة للموظف. احنا لازم ندي نصيحة للموظف ازاي يضمن حقوقه وايه اللي ليه وايه اللي عليه داخل الشركة، وفي نفس الوقت النصايح اللي لازم نقدمها للشركات. احنا طبعا اتكلمنا ده في خلال الحلقة كاملة، بس احنا حابين ايه نختصرها بشكل مختصر جدا. تمام، انا هتكلم من ناحيتين. اولا من ناحيه الموظف. انا كموظف لازم اول ما ادخل اي شغل لازم اقرا عقد العمل كويس، ولازم يكون في عقد عمل بيربطني ما بين، يعني بيكون ما بيني وما بين الشركه بكل حاجه احنا اتفقنا عليها. لازم برضو يؤمن عليا، لازم برضو ابص على الجوب ديسكريبشن بتاعي. لازم اسال التقييم بتاعي بيتم ازاي وامتى، وايه اهم النقط اللي انا اركز عليها. تمام، طبعا في حاجات كتير جدا مع الموظف، اجراءات كتير جدا بتحصل مع الموظف، بس دي الحاجات الاوليه اللي انا لازم ابص عليها كموظف. تاني حاجه من ناحيه الشركات، انا كاونر لازم اهتم قوي ان يكون المكان بتاعي لازم يكون فيه كفاءات، خصوصا مديري الاقسام. خصوصا مديري الاقسام. ليه؟ لان دول اللي بيخلوا فيه استقرار عندي في الشغل. برضو من الحاجات اللي لازم اتاكد انها موجوده ان يكون في انظمه واضحه داخليه عندي. لازم الموظف يبقى فاهم انا لو حصلت معايا مشكله هروح لمين. لازم الموظف يبقى فاهم انا بتقيم ازاي، وبتقيم من مين، وبناء على ايه. تمام، لو الحاجات دي كلها موجودة فأعتقد هيكون في استقرار كبير جوه الشركة.
أنا مبسوطة جدًا، جدًا بالمعلومات الجميلة واللذيذة وإن شاء الله نقدر إن نفيد شاء الله. الشركات في تحقيق نجاح، لإن ده الهدف الرئيسي بتاعنا، وفي نفس الوقت الموظف يعرف حقوقه، ويعرف إن في أخطاء معيّنة لو حصلت أنت بتأخّرك عن التقدُّم، مش بتخلّيك تعلى معانا، وبتخلّينا متخوّفين كأصحاب عمل من إننا نوظّفك. وأنا سعيدة جدًا، جدًا بوجودِك معايا في قعدة حقيقي marketing. وأنا أسعد. وأنا يعني أنا سعيدة جدًا، جدًا في وجودِك معايا في قعدة marketing، وإن شاء الله يعني نعملها مرّة و2 و3 إن شاء الله. حقيقي أنا مبسوطة جدًا، جدًا يا دكتور رندا على وجودي معاكِ، ومبسوطة أوي إن إحنا بنعمل حاجة مختلفة زي كده في الصعيد. شكرًا.